على مستوى المنطقة الأزهرية في المنوفية. إنه الطالب السلام محمود هاني، نستمع له في كلمة كده إن شاء الله. تفضل يا شيخ عبد السلام. طالب يعني عبد السلام ابن قرية نجيبك من جوه إن شاء الله، يعني نستمتع بهذه الكلمة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأزهران الأعطران على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. نحمدك يا ربنا بأن شرفتنا وأكرمتنا وعظمتنا، بأن جعلتنا من هذه الأمة، أمة سيدنا ومولانا محمد. نحمدك يا مولانا بأن أكرمتنا وأنعمت علينا بميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك يا ربنا على سيدنا وحبيبنا محمد. أما بعد، فيا أحباب الحبيب المصطفى محمد، أرى فيكم النور، ولكي يكتمل النور اذكروا النور. الله نور السماوات والأرض، اذكروا الله، وذكر الله لا إله إلا الله. في نهاية المجلس وهنمشي، عايز قلبك يطيب، وعايز قلبك ينشرح، وتطلع من هذا البيت ومشكور وقلبك مطمئن. ايه اللي يخلي القلب مطمئن؟ والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ايه هو ذكر الله؟ لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله يجبر بها كسري، لا إله إلا الله يقبل بها عذري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. هو ده ذكر الله. سؤال بقى، القارئ الكريم اللي قرأ وأسيادنا العلماء لما خطبوا، والمداح الجميل، دي الاحتفالية وخلاص كده؟ احنا احتفلنا واحتفلنا بسيدنا رسول الله وهنمشي؟ هل المستشار عمل الاحتفالية دي علشان احنا نسينا سيدنا النبي وجايين عشان نذكره؟ هل الاحتفالية عشان احنا بنحيي ذكر النبي؟ كلا وألف كلا، نحن لا نسينا رسول الله لنذكره، نحن لم ننسى رسول الله، ونحن في هذا البيت لا نحيي ذكر النبي بل نحيا بذكر النبي. احنا مش جايين عشان نحتفل به ونحييه، نحن نحيا به. وأجمل ما نقول لكم، سيدنا حسان بن ثابت كان شاعر سيدنا النبي ولكنه مخضرم، عاش عصرين في الجاهلية وفي الإسلام. فهو في الجاهلية كفار قريش قالوا له من قصيدة تهجو فيها النبي، يعني تسب فيها النبي والعياذ بالله. فعمل القصيدة وقالوا له هنديك الفلوس اللي انت عايزها. فعمل القصيدة واستنى النبي عشان يطلع ويشتمه والعياذ بالله. فأول ما وجد النبي عمل ايه بقى؟ صلوا عليه. قال ايه؟ لما رأيت أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري، حطيت ايدي على عيني عشان نور، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره
واحدة لكل الناس حتى الكفار. كفار أبو لهب نزلت فيه سورة كاملة وتوعده الله بالعذاب، ومع ذلك شوف احنا بقى بنحتفل بالنبي، ومع ذلك يخفف عنه العذاب يوم الاثنين. ليه بقى؟ يوم ولد سيدنا النبي، من فرح بنا فرحنا به. افرح بسيدك النبي، يفرح بك من فرح بنا فرحنا به. فسيدنا الدمشقي لما عرف ان ابو لهب يخفف عنه العذاب في يوم الاثنين عشان فرح بسيدنا النبي ودخل كده مش سيدنا النبي، عمل بيتين من الشعر يكتبهم عليه. يقول ايه بقى؟ يقول وهذا كافر إلا أنه في العذاب الموعد، إلا أنه أتى أنه في يوم الاثنين يخفف عنه العذاب بالسرور ليحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. أنا عايش كل الحياة دي في سيدنا النبي، عايز حياتي كلها سيدنا النبي. فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا وعاش موحدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرضى الشفاعة. عايز مين بقى يشفع؟ عايز مين يشفع؟ سيدنا النبي يشفع علينا. صلوا عليه، من صلى عليه حدث له شفاعة. آخر قصة أعتذر عن الإطلاق، كان في رحلة الإسراء والمعراج صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى حتى أصبح قاب قوسين أو أدنى، فقال له رب العزة سل تعطى، وسجد تحت العرش فقال له يا رب، فقال يا رب لا أسألك فاطمة ابنتي. شوف احنا بندور على مين؟ يا رب لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا صفية عمتي ولا عباس عمي، ولا عايز بنتي ولا بنتي ولا عمي ولا عمتي ولا عايز حد من دول يا رب، بل أمتي أمتي. عايز مين؟ عايزني وعايزني. صلى عليه. بل أمتي أمتي. فقال له رب العزة إنا لا نخزيك في أمتي يا محمد، ارفع راسك وعزتي وجلالي لأقصدن القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. اللهم يا رب العالمين أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم بارك في أساتذتنا ومشايخنا الأجلاء يا رب العالمين، اللهم بارك فيهم يا رب العالمين واحفظهم، وبارك في كل من سعى في إقام هذا المحفل الكريم. ويا ربنا لا تخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفرت لنا، لا تخرجنا إلا وقد اعتقت رقابنا من النار، لا تخرجنا إلا وحرمت أجسادنا على النار. اللهم يا رب العالمين بلغ رسول الله منا السلام، واجمع بيننا وبين روحه في اليقظة والمنام، وارزقنا جميعا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، واعتذر على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليلين إذا ذكرت محمدا صار طلوع العاشقين أسيل. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام تم تنظيم هذه الأمسية المباركة التي نظمها مسجد الدوار بقرية زاوية